وأقسم بالله أن من يعيشون في هذا العصر تكفيهم للإيمان بالله هذه الآية، فهي بمثابة الجذر والأصل الذي تمتد منه كل فروع العلوم الحديثة في هذا العصر. ولكن قبل أن نتعرض لهذه الآية يجب أن نفرق ما بين الإشعاع والضوء والنور والسراب. هناك ما يسمى بالموجات الكهرومغناطيسية، وهذه الموجات عندما تسير في الفراغ أو في الأوساط المادية تسمى إشعاع. ومن هذه الإشعاعات إشعاعات غير مرئية كإشعاعات الموبايل. وبخطأ علمي قيل أن هناك إشعاع مرئي وهو ما يسمى بالضوء، والحقيقة أن الضوء لا يرى، إنما ترى به الأشياء عندما يصطدم بها. وتخيل أنك في ليلة ظلماء أشعلت كشاف كهربائي فوق سطح المنزل ووجهته نحو السماء كما في هذه الصورة، فإن كان الهواء خالي من التراب فلن ترى شيء، وما تراه في هذه الصورة إنما هو ناتج من اصطدام الأشعة بذرات التراب العالقة في الهواء. ومثل هذا الشعاع يسمى ضوء، وإن اهتدينا به يسمى نور. فالنور هو الهداية التي تستمد من الضوء. وانظر لهذا الشخص الذي نراه في الصورة، إنه غرقان في الأضواء ولكنه لا يهتدي لشيء، فهذا يسمى ضوء ولا يقال عنه نور. والضوء إذا ضلل الإنسان يقال عنه سراب. العلم يقول أن الذرات عندما تصار تخرج منها كمات من الطاقة تسمى الفوتونات، وهذه هي الوحدات التي يتألف منها شعاع الضوء، وهذا يسمى انبعاث تلقائي، وفيه تخرج الفوتونات مبعثرة في كل اتجاه. وهناك انبعاث آخر يسمى بالانبعاث المستحث، وهذا ينتج عندما تتعرض ذرة مثارة بالفعل لفوتونات من ذرة مثارة من قبل، وهذا يعني نور على نور، ويسمى في أجهزة الليزر بوضع الإسكان المعكوس. وما يتفق من الفوتونات في الطور يخرج متحدا في حزمة ضيقة ويسمى بشعاع الليزر. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العظيم. وهذا هو بالضبط وضع الإسكان المعكوس الذي نراه في أجهزة الليزر. وما ينتج من إشعاعات في هذه الآية فهي محايدة، لأن مصدرها زيتونة لا شرقية ولا غربية، إنما هي في وسط الدنيا، ومنها إشعاع تلقائي لكل الناس، وهناك إشعاع مستحث لمن يرغب في نور الله، لأن الله يقول في تكملة الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. ويهديه الله بمعنى يرشده إلى سبل الهداية التي تجعله يستمتع بهذه الحياة في حدود ما يرضاه له الله. والله سبحانه وتعالى يقول: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فالجنين في بطن أمه مغلف بجدار البطن وجدار الرحم والمشيمة، فهو يعيش في ظلمات ثم يخرج إلى الضوء. فإن اهتدى إلى سبيل الله وطريق الله في هذه الحياة فهو يسير في نور، وإن لم يهتدي فالله قال عن هؤلاء: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا يؤكد لنا أن الضوء هو ما يسقط على الأشياء ثم ينعكس إلى العين، إنما النور الحقيقي هو في العين لأنها هي التي تهدي. فمن استوقد نارا فأتت له بضياء فسقطت على الأشياء، ولكن الله في نفس اللحظة أخذ منه بصره أعماه فلن يرى هذه الأشياء ولن يهتدي بهذه الضياء.